بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أحبابي وأصحابي اللي بيتابعوني من كل مكان. معكم عمر شيتوس في برنامج الكورة مع شيتوس. حابب قبل ما أبدأ حلقة النهاردة يا ريت الكل يعمل لي لايك وشير وسبسكرايب وفولو، ويلا بينا نبدأ حلقتنا النهاردة. ده الدوري المصري وده ملخص الجولة السادسة من الدور الثاني. انا معتمد على الله وعليه، اعتمد على الله سيبك مني. جنون ومتعة الدوريات الأوروبية بتتجمع عندنا تقفيل محلي، بس معلش يعني احنا عندنا الحتة بتاعتنا برضو، والتشجيع عندنا دخل في بعضه، ما بقاش حد عارف مين بيشجع مين. نحن نختلف عن الآخرين خالص. يعني جمهور بيراميدز بيشجع سيراميكا كليوباترا اللي هيلاعب الأهلي، وجمهور الأهلي بيشجع الزمالك اللي هيلاعب بيراميدز. كم أنت عظيمة أيتها الإيجيبشن ليج. ايه ده المجتمع ده. كورة ماشيتو. أنا حابب النهاردة أتكلم معاكم عن أهم مباريات في الجولة السادسة، وهم 4 مباريات معانا النهاردة. أول مباراة معانا فاركو والمصري، ثاني مباراة المحلة والاتحاد، ثالث مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي، رابع مباراة الزمالك وبيراميدز. طبعا أنا مش هتكلم معاكم كتير، تعالوا نطلع نشوف أول فيديو معانا وهو مباراة فاركو والمصري ونرجع مع بعض تاني. ونبدأ الملخص بمباراة فاركو والمصري. بداية متوسطة من الفرقتين، وإن كان المصري هو اللي ماسك كورة وبيهاجم أكتر. فضلنا كده طول الشوط الأول. الشوط الثاني بقى بدأ بجرعة زايدة من فاركو، وفي الدقيقة 51 الكورة بتروح لأحمد شريف اللي بيحضن ويركن واحدة ارتو كولوكوس في سقف حلق الجول، وبيسجل الهدف الأول لفاركو. فيها الجولة بسرعة، أرجوك محتاجة بسرعة. المصري بصراحة ما استسلمش وفضل يعافر ويهاجم، وكان بيضيع هجمات غريبة قوي لحد الدقيقة 70. عرضية ورأسية من ميدو جابر بيطلعها شيكا. أحمد عوض المدافع بدل ما يطلع الكورة قام بلاعها في نفسه ويسجل المصري هدف التعادل. ما بيحصلش اي جديد بعد كده، وبتنتهي المباراه بالتعادل 1-1. بعد ما شفنا ملخص فاركو والنادي المصري اللي انتهت بالتعادل 1-1 بعد ما تقدم فاركو وتعادل النادي المصري، مباراه طلعت حبايب، مفيش حد فايز مفيش حد مهزوم، مع انه كل واحد فيهم كان بيسعى للفوز، بس خلصت 1-1 التعادل الايجابي. تعالوا نطلع نشوف المباراه الثانيه معانا ونرجع مع بعض ونروح لمباراه الاتحاد السكندري وغزل المحله. بدايه الماتش هجوم من الاتحاد وعرضيه من عمر الوحش وراسيه من ابيا، ولكن الكره بتيجي في الايام وتطلع بره. فضل الاتحاد هو اللي بيضغط طول الشوط الاول وكمان حد الشوط الثاني، مع تراجع كبير لغزل المحله، وكان الاتحاد قريب قوي انه يسجل ولكن ما سجلش، والفرقتين بيطلعوا حبايب من غير ما حد يزعل حد، وبتنتهي المباراه بين الاتحاد والمحله 0-0. بعد ما شفنا ملخص مباراه نادي الاتحاد والنادي غزل المحله اللي خلصت بالتعادل 0-0، التعادل سلبي، بعد ما كان النادي الاتحاد هو اللي كان بيسعى للفوز وكان هو اللي ضاغط وكان هو اللي مهاجم، بس غزل المحله عرف يدافع وعرف يقفل خطوطه قدام سيدي البلد، وخلصت المباراه تعادل 0-0. يعني طلعت برضو المباراه حبايب، مفيش حد فايز مفيش حد مهزوم، مع ان الاتحاد سيدي البلد كان بيسعى للفوز. تعالوا نطلع نشوف المباراه الثالثه معانا والاهم ونرجع مع بعض. نروح لمباراه سيراميكا كليوباترا والاهلي. ماتش مهم وخصوصا للاهلي اللي عايز يكسب ويحتفظ بصدارته في الدوري، ولكن تركيز لعيبه الاهلي كان بزياده حبتين. وروني هتتصرفوا ازاي. 4 3 2 1. في الدقيقه 5 اسلام عيسى بيعمل عرضيه، محمد الشناوي ما بصش اصلا على الكوره وراح خد كوره ثانيه من بره، مع ان الكوره نفسها لسه جوه الملعب. ماله يعني الكاس ماله. وطبعا على غير المتوقع كان تراجع كبير قوي للاهلي مع هجوم لسيراميكا، ولكن الاهلي بيفاجئ الكل. وفي الدقيقه 20 باص من طاهر وتريحه من امام عاشور لاشرف بن شرقي اللي بيكمل وبيسجل الهدف الاول للاهلي. في الدقيقه 25 سيراميكا كليوباترا بيعمل هجمه خطيره، بوبو بيعدي ويعمل عرضيه لفخري لقاي اللي بيرقص، وفي الاخر بيباصي تاني لاسلام عيسى اللي بيشوط، ولكن الشناوي المره دي بيركز وبيصدها بجد. في اخر الشوط الكره بترجع لبيكهام اللي بيلبس وسام ابو علي كوبري في السريع، من حلاوه الكوبري وسام سلم عليه. اخويا يا عم. في الشوط الثاني سيراميكا كليوباترا كان هو اللي اخطر وجات له كذا فرصه، ولكن دفاع الاهلي كان فايق، وزادت بقى الخطوره في اخر 5 دقائق في الماتش كله. انا كده بدات اتوغوش. الدقيقه 95 هجمه لسيراميكا وعرضيه تقلش من بالحاج وتروح لمحمد رضا اللي بيشوط الكره قويه، ولكن ياسر ابراهيم بيشيل الكره من على خط الجول، وحرفيا ممكن يكون ده هو انقاذ الموسم بالنسبه للاهلي، وبيحافظ الاهلي على النتيجه، وبتنتهي المباراه بفوز الاهلي على سيراميكا كليوباترا 1-0. بعد ما شفنا ملخص مباراه النادي الاهلي ونادي سيراميكا كليوباترا اللي خلصت بفوز النادي الاهلي 1-0، بعد ما كان سيراميكا كليوباترا هو اللي ضاغط والنادي الاهلي كان في اسوأ حالاته واسوأ مبارياته مع عماد النحاس هي مباراه سيراميكا كليوباترا، وكان سيراميكا كليوباترا هو اللي ضاغط على النادي الاهلي وضيع فرص كتير، وفي فرص قدام الاجوان والجون كان فاضي، واللعيبه ما حبتش تجيب الجون خالص وما حبوش يضغطوا على النادي الاهلي، مع انهم لو كانوا داسوا شويه بنزين وضغطوا على النادي الاهلي كان المباراه خلصت تعادل او مكسب لسيراميكا كليوباترا، ان هو اللي كان ضاغط فراح منه مكسب وراح منه تعادل. عشان كده نقول هارد لك لسيراميكا كليوباترا ونقول الف مبروك للنادي الاهلي، ونشوف علي ماهر اللي كان بره على
خط، مش فارق معاه الماتش خالص، وكان بيضحك ولا مبالاه. عشان كده ما نقعدش نقول ان النادي الزمالك بيفوت مطوشه. لو هنقول ان النادي الزمالك بيفوت مطوشه يبقى سيراميكا كليوباترا هو كمان مفوت الماتش للنادي الاهلي. تعالوا نطلع نشوف المباراه الرابعه معانا والاخيره ونرجع ملخص مباراه الزمالك وبيراميدز. بيراميدز بيدخل المباراه بعد هزيمتين تقال من فاركو والبنك الاهلي، ومنافسه الصداره بتبتدي تبعد عنه شويه، ولازم يكسب علشان يرجع طموحه من جديد. اما بقى الزمالك فبيدخل الماتش وعايز يكسب علشان يضمن مكان يأهله لبطوله افريقيا، وكل الجماهير حاطه ثقتها في الفرقه كلها. بدايه المباراه هجمه بيراميدز من قطه ودونجا، الحكم عادي بيحسبها ضربه مرمى للزمالك، قطه قفش عليه وكان ناقص يهبش فيه. في الدقيقة 15 هجمة للزمالك وشوطة عبقرية من مصطفى شلبي، بس كان بيمس على حبايبه في الدرجة الثالثة. في الدقيقة 21 هجمة لبيراميدز باص من عبد الرحمن مجدي المرعي اللي بيلعب عرضية عادية جدا، تروح الكرة لمحمد عواد اللي يعني ما عرفش يمسك الكرة. بيكمل على الكرة ابراهيم عادل وبيسجل الهدف الاول لبيراميدز. خط 18 محدش بيشوفه ولا 19. بعد الجول بقى في سيطرة كبيرة لبيراميدز وتراجع للزمالك. في الدقيقة 41 بتيجي هجمة لبيراميدز ودفاع الزمالك بيعلي الكورة، في طلعت مين بقى؟ محمد عواد. محمد عواد افتكر نفسه مدافع وداخل يحجز، ويا عيني لا شايف الكورة ولا عارف يمسكها. كنت حاسس في اليوم ده بانه يوم سعدي فعلا. في اخر الشوط خالص بقى الكورة بتترفع وتروح لمحمد عواد، بس المرة دي الحمد لله مسكها. في الشوط الثاني الزمالك ابتدى يدخل في الماتش وابتدى يعمل كام هجمه كده وكام فرصه، وده برده مع بعض هجمات لبيراميدز وفرص برده ولكن من غير تسجيل. في اخر الماتش بتيجي الكوره لمصطفى شلبي اللي بيشوط شوطه عبقريه بس بيوديها لحبايبه المره دي بس في الثالثه يمين. الجمهور بعد الشوطه دي ما بقاش مصدق نفسه من اللي بيشوفه. يا خرابي يا خرابي. ما بيحصلش اي جديد بعد كده وبتنتهي المباراه بفوز بيراميدز على الزمالك 1-0. ورجعنا مع بعض بعد ما شفنا اخر ملخص معانا وهو مباراه نادي الزمالك وبيراميدز اللي خلصت بفوز بيراميدز 1-0 على نادي الزمالك بعد اسوأ اداء شفناه لمحمد عواد الحارس الاساسي لنادي الزمالك. علشان كده انا حابب اقول كلمتين، نادي الزمالك ما عندهوش لعيبه، هو ده مستوى لعيبه نادي الزمالك وهو ده مستوى حارس مرمى نادي الزمالك محمد عواد. عشان كده ما حدش يقول ان نادي الزمالك فوت الماتش البيراميدز، لا يا باشا، نادي الزمالك كان كبير، فريق كبير ما بيفوتش ماتش على اي حد. روحوا شوفوا سيراميكا كليوباترا عمل ايه قدام الاهلي وبعد كده تيجوا تتكلموا معانا. عشان كده انا حابب اقول كلمتين لشوبير، يا شوشو يا شوشو الكره المصريه، يا فيروس الكره المصريه، نادي الزمالك ما بيفوتش لاي حد مطوشه. نادي الزمالك لما تيجي تتكلم عنه لازم تتكلم عنه باحترام وتقول تعظيم سلام وانت بتقول نادي الزمالك، لان نادي الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر. نادي الزمالك هو والنادي الاهلي قطبي الكوره في مصر. احنا ما بنفوتش مطوشه لاي حد، احنا ما عندناش لعيبه. انت اعلى سكواد في مصر وما عرفتش تغلب بيراميدز رايح ولا جاي. نادي بيراميدز يتعادل معاك وهو ناقص لعيب على طول بيطرد منه لعيب قدامك وانت ما تعرفش برضه تكسبه. امال لو لعبك كامل هيعمل فيك ايه؟ عشان كده انت مستني احنا نكسب بيراميدز. كنت انت يا اهلي كسبت بيراميدز ما عرفتش انت تكسبه، عاوزني انا اكسبه. عشان كده انا حابب اقول كلمتين، لك الله يا زمالك، لك الله يا زمالك. والزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر ومحدش يقول ان الزمالك بيفوت ماتش لاي حد. تعالوا نطلع نشوف اخر فيديو معانا ونرجع مع بعض تاني. ودي كانت بعض اللقطات اللي حصلت الاسبوع ده. اشوفكم على خير في الجوله الجايه. وجاء اخ طلع يجري بالكوره وعايز يحطها جول. انتظر يا اخويا، وقفوا البتاع ده بس استنى. انت عايز يا اخويا؟ انا شايفك جاي تجري من هناك يعني وتعب نفسك. عايز ايه؟ قال له عايز احط جول. خلاص والله لا تحط جول، اتفضل. وساب له الجول ويحطه، وحط شاط الكوره دخل الجول بس. قال له يا اخي انا دخلت السرور عليك. قال له الحمد لله جزاك الله خير. ايه المشكله؟ يعني بضرب لك مثلا كبر مخ، مش بقول لك يعني الجول يسيب، لا انا بقول لك يعني ايه الموضوع. يعني واحد شاط حطها جول، ايه طلع يجري عامل لنا كده ويجري بره الملعب ويجري وراه. طب راح يروح فين؟ هيروح راح يخش تاني وبعدين يقع على الارض ويروح متكومين عليه ومش عارف ايه. وهو ده كان موضوع حلقتنا النهارده. يا ريت اللي بيتابعني من كل مكان اذا كان اهلاوي او زملكاوي ما ينساش ويعمل لي لايك وشير وسبسكرايب وفولو. وحابب قبل ما اختم حلقه النهارده اقول ان نادي الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر، نادي الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر. اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله، ومع السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الزمالك يبقى زمالك، ما عندوش فلوس هو الزمالك، ما عندوش مسؤولين هو الزمالك، مشكلة مسؤولين وإدارة هو الزمالك. جمهوره لم يتخلى عليه يوما، لم يتركه أبدا في الصعوبات.